اهلا بيكم في فيديو جديد وملخص جديد من ملخصات سمر وعبد قادر. زي ما احنا متعودين منكم على طول، ما تنساش الاشتراك في القناه لو انت مش مشترك معانا، تفعيل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد، اللايك والشير والكومنت عشان تدعمنا بكل الطرق الممكنه. النهارده معانا مسلسل جميل جدا اسمه Everything or Nothing. بيبدأ مسلسلنا مع الولد مينجو، طالب المدرسة الثانوية اللي بيكون ماشي ورا والدته في أي مكان بتروحه، لحد لما بتقف في إشارة فبيقف وبيخرج تليفونه وبيكون عايز يبعت لها رسالة يسألها عن المكان اللي هي موجودة فيه دلوقتي. وبيبان إن مينجو ده بيكون شاكك في تصرفات والدته الفترة الأخيرة بسبب غيابها باستمرار عن البيت، ولكنه بيرجع في كلامه وبيشيل التليفون مرة تانية. وبعدها بيروح مينجو على مدرسته، وهناك بتكلمه والدته بتقول له إن بسبب مستواه اللي بدأ يضعف في الرياضيات فقررت انه ياخد مع مدرس خاص. فبيستغرب مينجو من قرار والدته اللي اخدته من غير حتى ما ترجع له، ولكنه مش بيعترض. وبعد الصف بيخرج مينجو مع كانج صاحبه وبيتمشوا مع بعض، وبنعرف ان كانج مرتبط ببنت لانه بيقول لمينجو ان حبيبته عايزه تتفسح، ولكنه للاسف مش عارف يغيب ولا يوم واحد من المدرسه، وبيطلب من مينجو انه يفكر له في حل. واثناء ما هما بيتكلموا بتوصل رساله لكانج على تليفونه من بنت بتطلب منه انه ينزل رسالتها على جروب المدرسه، لانها بتكون عايزه تسال عن شخص وتعرف اذا كان الشخص ده مرتبط ولا لا. وبنعرف ان كانج مسؤول عن جروب الارتباط في المدرسه اساسا يعني. وبعدها هما الاثنين بيودعوا بعض، وبيقف مينجو في الاشاره علشان يمشي للبيت، ولكن اثناء ما هو واقف بيشوف بنت زميلته معاه في المدرسه، ولكن مينجو بيكون شخص خجول جدا وكلامه قليل جدا، وعلشان كده لما بيبص لها وهي بتاخد بالها وبتبدا تبص له وهي كمان بيبعد عينه عنها بسرعه. وبالليل لما بيروح مينجو بيدخل اوضه والدته وبيمسك تليفونها بيبص على اخر رقم تواصلت معاه، لحد لما بيلاقي حد بعت لها رساله بتقول ان جدوله متغير الاسبوع ده. فبيدخل مينجو اوضته وشكوكه بتفضل تزيد في امه، وبيقول انه حاسس انها بتخون والده اثناء غيابه. وتاني يوم بيكون اول حصه لمينجو مع مدرسه الجديد في ويدو، فبيركب مينجو المترو وبيروح لهوان مدرسه الجديد اللي بيرحب بمينجو جدا، واضح انه بيكون شخص لطيف. ولكنه بيطلب طلب غريب من مينجو، هو انه يمضي على اقرار بعدم افصاح اي حاجه بتحصل جوه حصصه، وبيطمنه هو ان ده اجراء عادي بيعمله مع كل الطلبه. وفعلا بيمضي مينجو بعد ما بيطمن له. وبعدها بنروح ليون، البنت اللي كانت واقفه جنب مينجو في الاشاره وهي في درس البيانو، وبتكون مامتها معاها اثناء الدرس. والواضح انها بتكون مهتمه جدا باتقان بنتها للبيانو، بس ده ما يمنعش ان العلاقه بينهم تكون متوتره شويه، وبيكون جفاء في معامله يون لوالدتها. وتاني يوم في المدرسه بنشوف ان اثناء ما يون واقفه مع صاحبتها وبيبصوا من شباك الفصل بيلاقوا مدرسه الكيمياء الجديده بتعمل تجربه لطلبه الصف الثالث. وهنا بتشوف يون مينجو اللي لفت نظرها امبارح بنظراته، ولكن بيقطع تفكيرها كلام صاحبتها عن كانجو انها كانت معجبه بيه من زمان وكانت على وشك انها تعترف له، لحد لما عرفت انه مرتبط، وساعتها رجعت في قرارها. وبتفضل يون باصه لحد لما بتقرر انها تنزل، وبتروح للمدرسه وبتقول لها انها عايزه تجرب تعمل التجربه دي بنفسها. فبتبص لها المدرسه كده وبتحذرها ان ده خطير. ولما بتصمم يون بتقول لها المدرسه انها لازم اول لما ترمي الماده في الميه ترجع ورا فورا. بس الغريبه ان يون مش بتعمل كده، وبترمي الماده وبتفضل واقفه جنبها، ولكن المدرسه بتلحقها قبل الانفجار بلحظات بسيطه جدا. بيخلص اليوم الدراسي وبيروح مينجو البيت، ولما بيدخل بيتفاجئ بوجود والده. فبتقول له مامته انه جاي بسبب جنازه صديق ليه وهيركب اول قطر بكره الصبح، فبيحيي مينجو والده وبيدخل على اوضته على طول. ولما بيخرج للغدا بيبان ان معامله والده لوالدته بتكون شديده شويه. وتاني يوم واثناء ما هو في المدرسه بتبعت له والدته رساله وبتقول له انها اضطرت تسافر ورا والده مدينه دايجو علشان تعمل له كميه اكل كبير علشان شغله. واثناء ما هو مروح بيتصل بالرقم اللي اخده من على تليفون والدته، اول لما بيسمع صوت شخص بيرد بيقفل السكه فورا. فبيقرر مينجو انه يسافر دايجو ورا والدته علشان يشوف هل هي فعلا عند والده. وبيروح لمكان سكن والده وبيحس بالراحة لما بيلاقيها فعلا هناك، وبينزل عشان يلحق آخر قطر راجع سول. ولما بيركب وبيبص ورا بيتصدم بيون ومعاها والدتها اللي بتوبخها على المركز التاني اللي جابته في مسابقة العزف على البيانو. فهنا بيبص مينجو قدامه واكنه ما شافهمش، وبينام لحد لما القطر بيوصل. فبيصحى اول لما بيجي قايم بيلاقي يون في وشه، فبيعمل نفسه متفاجئ بيها وبيسلم على والدتها كده بارتباك. وهنا بتعرفهم يون على بعض وبيخرجوا هما الثلاثه من القطر سوا، وبتعتذر والدة يون ليها انها مش هتقدر توصلها وبتطلب منها ترجع بتاكسي هي ومينجو.
فهنا بقى بيتحرج مينجو، بيقول ليون انه بيوصل اسرع بالمترو، بيكون عايز يمشي. فبتوقف يون وبتقول ان هي كمان هتوصل اسرع بالمترو، وبتطلب منه يركب معاها. ولما بياخد مينجو باله من الجايزه اللي في ايد يون وبيسالها عنها، بتديها له علشان يتفرج عليها. وهنا بيقول لها ان شيء كويس جدا على فكره ان يكون عندها هوايه زي العزف على البيانو يعني، ولكنها بتاخد الجايزه من ايده وبترميها في صندوق المهملات او الزباله يعني. بيركبوا مع بعض المترو، لما بيوصلوا كل واحد بيودع التاني وبيروح، وبيفضل مينجو يدور على يون على النت لحد لما بيلاقيها، وبيفضل باصص لصورتها، والواضح انه بيكون اعجب بيها جدا. والصدفه بتجمعهم هما الاتنين في كل الاماكن حتى الكنيسه. بس في مره بيشوفها مينجو وهي واقفه قدام غرفه الاعتراف، بيكون واضح ان عندها شيء مهم جدا عايزه تعترف بيه. وتاني يوم بيروح مينجو لهوان اللي بيحفزه، بيقول له ان لو درجاته ارتفعت هيكون محضر له مفاجاه هتعجبه جدا. وفعلا نتيجه شغل هوان المكثف مع مينجو اللي بيكون ملتزم بحضور ومذاكرة دروسه، درجاته بتعلى جدا لدرجة انه بيكون في المرتبة الاولى مثلا يعني في مادة الرياضيات. وده اللي بيخلي هوان اول لما بيعرف بيطلبه على طول عشان يروح له المكان بتاعه ويديله الهدية اللي وعده بيها. فبيوصل مينجو، بيدخل، بيفضل يندى على معلمه لكنه مش بيكون موجود، وبيتفاجئ برسالة سايبها له ان المفاجأة اللي عاملها له على وشك الوصول. وفجأة الباب بيخبط، ولما بيبص مينجو في الكاميرات بيتصدم انها يون. فبيفتح مينجو الباب وهو مش فاهم ده معناه ايه، ويون هي كمان بيبان عليها الدهشه الشديده انها شايفه مينجو قدامها ولكنها مش بتظهر له. وده بتحاول تتعامل معاه كزبون زي اي زبون، وبنتصدم لما بنعرف ان هوان بيكافئ طلابه بالطريقه دي. والصدمه الاكبر ان بنت في سن يون بتبيع نفسها بالشكل ده. فبيفضلوا هما الاتنين باصين لبعض كده، وتطلب يون من مينجو انه ما يقولش اي حاجه لاي حد، وبتطلب منه يستناها لحد لما تخرج من الحمام. وهنا وبعد ما بتبعد يون عن عين مينجو بتخرج كل توترها، وبتكون مش فاهمه ليه مينجو اللي بيقف في طريقها، ولكنها بتحاول تتمالك اعصابها وبتخرج له. بس بتتفاجئ انه ساب المكان ومشي، وبتشوف مينجو تاني يوم قاعد ومش مركز في اي حاجه من اللي بتحصل حواليه، وبيكون اللي حصل له امبارح ده شاغل كل تفكيره. ويون لما بتروح من المدرسة وبتدخل أوضتها بتتفاجئ ببيانو كبير ما كانش موجود قبل كده، ولما بتسأل والدتها عنه بتقول لها إن حبيبها صمم إنه يشتريه ليها. وبتسألها والدتها عن سبب إنها مش سعيدة وإن بقى عندها بيانو كبير زي ده. فهنا بتبص لها يون وبتسألها عن السرير بتاعها، فبمنتهى اللامبالاة بترد مامتها بإن ما كانش ليه مكان يعني، فاضطرت إنها ترميه، وبتقول لها إنها ممكن تيجي تنام في أوضتها، وبتسيبها وبتمشي. وبالنسبة لمينجو في الحصة اللي بعد كده بيسأله هوان عن اللي عمله المرة اللي فاتت وهل الهدية عجبته ولا لأ. فبيبص له مينجو كده ان هو ده السبب اللي خلاه يمضيه على اقرار لعدم الافصاح. فبيضحك هوان وبيقول له طبعا، وبيحاول يشرح له ان النوع ده من الهدايا بيزيد من حماس الطلبه وبيخليهم يبذلوا مجهود اكبر. فهنا ومن غير اي مقدمات بيقوم مينجو وبيديله فلوس الدرس، وبيقول له انه مش هيجي مره تانية، وبيسيبه وبيمشي. وبينزل مينجو من عنده، بيفضل ماشي يدور على يون في اي مكان، وبيقدر فعلا يلاقيها رايحه لزبون تاني، وبيكون ده عن طريق تطبيق على التليفون. ولكن الزبون ده لما بيشوف مينجو واقف قدامهم وعمال يبص لهم بيحس بالقلق شويه كده وبيسيبها وبيمشي. فهنا بتروح عليه يون وبتطلب منه ما يتدخلش في حياتها الشخصيه. فبيسالها مينجو عن الثمن اللي بتاخده، وبيفاجئها انه عايز يقضي ليله معاها. فبيروحوا ياخدوا اوضه وبيدخلوا هما الاثنين، ولكن مينجو بيدخل على السرير وبينام. فبتبص له يون وهي مستغربه، ولكن هي كمان بتنام جنبه. ولما بيسالها مينجو عن اذا كانت مامتها تعرف باللي بتعمله ده، بتقول ليون ان والدها طلق مامتها من زمان، وفرحوا على زوجته التانية خلال ايام، ومن ساعتها والدتها ما بقتش فاضيه غير للعلاقات اللي بتدخلها. وهنا مينجو هو كمان بيعترف ليون بالسر اللي عنده، بيقول لها انه شاكك بنسبه كبيره ان والدته تكون بتخون والده. وبعد ما بيتكلموا مع بعض وبيقولوا كل اللي عندهم، بيخرجوا من الاوضه وبيتمشوا مع بعض لحد البيت. وتاني يوم في المدرسة بيتصدم مينجو لما بيلاقي إن في حد صوره وهو ماشي مع يون، والصورة انتشرت على جروب المدرسة. وعلشان كده بيستدعي الأخصائي النفسي والدة مينجو ويون. ولما بيسأل الأخصائي مينجو قدامهم عن سبب مشيه مع يون في وقت متأخر زي كده، بيقول له مينجو إنهم كانوا مع بعض في الكنيسة في إيه يعني. وبسبب الموضوع ده بتحصل مشاكل في بيت كل واحد فيهم، وبيكون مينجو نفسه يواجه أمه ويعرف منها هي بتروح فين كل يوم لما بيمشي، ومين الشخص اللي رد عليه في التليفون ده. ولكنه مش بيقدر وبيسيبها وبيدخل اوضته. وتاني يوم في المدرسه بيعرف مينجو من صاحبه كانج انه خان البنت اللي بيحبها مع واحده من هنا في المدرسه. وعلى الرغم من ان كانج بيكون واخد الموضوع بهزار وبيضحك مع مينجو، لان مينجو بيفتكر خيانه والدته وبيتخانق هو وكانج خناقه كبيره جدا.
وبيدخل مينجو يجيب شنطته من الفصل ومن غير اي استئذان بيمشي بيخرج من مبنى المدرسه وبره بيقابل يون وبيتخانقوا مع بعض. والواضح ان مينجو يكون مخه كله شغال ومشغول جدا بيوم من ساعه ما شافها وانشغاله زاد بيها بعد ما عرف اللي عرفوا عنها. وبيقول مينجو ليون انها اجبن من اللي هي بتحاول تظهره للناس ده، وبيقول لها انها لو كانت فعلا مش خايفه وندمانه من اللي بتعمله كانت قالت لمامتها كل حاجه لما شافت صورتهم مع بعض. وبيقدر مينجو يشوف الجانب الندمان عند يون، ولكنها بتقوله انها اتعرضت لضغط نفسي شديد جدا صعب جدا ان اي حد يستحمله، وبتسيبه وبتمشي وهي منهاره. وتاني يوم بيكون فرح والد يون، واللي ما كانش متوقع انه يلاقي بنته هناك، ولكن بتروح ليون وبتهنيه وبتطلب منه انها تعزف له على البيانو وهو خارج من القاعه يعني. ولكن هنا بتخرج بنته من زوجته التانية، وهنا بنعرف ان والدة يون ما خططتش اصلا انها تيجي زي ما كانت قايله ليون، اللي بتكون جايه بناء على ده. والناحيه التانية بنشوف مينجو بعد ما قدر يوصل للمكان اللي بتقعد فيه والدته بيكون واقف بيراقبها، وبتكون امنيته انه يكون ظالمها وانها تكون ما تعرفش حد على والده. ولكن اثناء ما هو واقف بتيجي عربيه بتركن قدامه وبينزل منها شخص، وبيتصدم مينجو لما بيلاقيه رايح يقعد على الترابيزه اللي قاعده عليها والدته. وبنرجع مره تانية لفرح والد يون اللي دلوقتي بس بتفهم ليه والدتها فجاه اصرت انها تتعلم العزف على البيانو، وده بسبب بنت زوجة طليقها اللي بتكون متخصصة برضه في العزف على البيانو، صرم يعني. وبتعرف يون ان مامتها قررت مصيرها بس لمجرد انها ما تخليش زوجة طليقها احسن منها. وهنا مينجو ويون بيتقابلوا كل واحد فيهم منهار بسبب اللي مر بيه وبيمر بيه، وهما الاتنين بيشوفوا ان الحل الامثل علشان يخلصوا من المعاناة دي انهم ينتحروا. وبيروحوا علشان يجيبوا المادة اللي استخدمتها مدرسة الكيمياء في المدرسة بكمية كبيرة، وبيروحوا يقعدوا بيها قدام البحر. وهناك وهم قاعدين مع بعض كل واحد بدأ يسأل التاني عن السبب اللي عايز ينتحر علشانه. وبعد ما كل واحد فيهم بيحكي عن اللي مر بيه، بدل ما الكآبة تكون غالبة عليهم ويشجعوا بعض على الموت، إلا إن اللي بيحصل عكس كده خالص، وكل واحد فيهم بينصح التاني بالتفكير مرة تانية. فبيقوموا من قدام البحر، والواضح إنهم بيكونوا رجعوا في قرارهم وبيحضروا مية في إناء كبير. بس الغريب إن كل واحد فيهم بيفضل يفتكر المواقف الحلوة اللي عيلته عملتها معاه، وخوفهم يتدايم عليهم، وهما الاتنين بيبصوا لبعض كده وبيقولوا ان ممكن يكون في جانب تاني للحكايه هما مش شايفينها كويس بسبب صغر سنهم، وبيخرجوا جزء من الماده اللي معاهم بيرموها في الميه اللي جهزوها وبيهجروا قبل ما تنفجر، وهما الاتنين بيكونوا مبسوطين مع بعض لاول مره. ومن هنا بتقرر يون انها تبطل اللي بتعمله، وبيقرروا هما الاتنين انهم يعيشوا حياتهم مع بعض لحد لما يكبروا علشان يقدروا فعلا يعرفوا اهاليهم ضحوا بايه علشانهم. بكده يكون خلص مسلسلنا النهارده. استنونا في ملخصات تانية وفيديوهات تانية كتيره جدا جايه الفتره اللي جايه. ما تنساش بقى تدعمنا باللايك والشير والكومنت، ولو مش مشترك معانا في القناه اقول لك عيب عليك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد من ملخصات سمر وعبد القادر. سلام.